نحن في شهر يوليو، حرارة صحراء حطين قادرة تسيح الحديد، لكن صدقوني الجحيم الحقيقي للعدو لسه ما بدأش. صلاح الدين الأيوبي استدرجهم بعيد عن أي قطرة مياه. ولأن العطش لوحده مش كفاية، السلطان أمرنا بخطة مرعبة. شوفوا هنعمل إيه في الحشائش الجافة اللي حواليهم. الرياح كانت معانا ودفعت الدخان الكثيف عليهم. الدخان خنقهم وعماهم وانهاروا قبل ما سيوفنا تلمسهم. انهارت صفوفهم، دي لحظتنا، الهجوم بدأ. الله أكبر. ولم يصمدوا طفيلا، سقطت خيمة الملك وسقطت معاها أسطورة جيشهم. انتهت المعركة، أكبر جيش صليبي اتدمر هنا في حطين. الليلة هننام منتصرين والطريق للقدس بقى مفتوح. أشوفكم في القصة الجاية.